ايرور بي 0 سي اش 21 ولا اش 16 في المكيف، المشكل مش ديما من الكمبرسور. المكيفات الانفرتر، الكارت الكترونيك تراقب التيار والحراره، سرعه الكمبرسور وحاله الاي بي ام. اذا تكتشف اي قيمه غير طبيعيه تعطي كود ايرور وتحط النظام في بروتكسيون. برشا تقنيين يبدلوا الكمبرسور مباشره، اما المشكل ينجم يكون من كابل مرخوف، كونكتور محروق ولا فوق كونتاكت بسيط. اول حاجه افحص الكابلاج والوصلات بين البي سي بي والاي بي ام، بعدها قيس تونسيون بوس دي سي. في اغلب الانظمه لازمها تكون بين 310 فولت و 350 فولت دي سي. اذا القيمه مش طبيعيه راجع الكوندنساتور والاليمونتاسيون انفرتر، وزيد افحص الفونتيلاتور اكستيريور، خاطر ضعف التهوئه ينجم يخلي الكمبرسور يدخل في بروتكسيون. اما اكثر قطعه تعمل اعطال هي الاي بي ام. استعمل ملتيمتر مود ديود وقيس بين الاي في دبليو بلس وبين الاي في دبليو موان. القياسات لازمها تكون متشابهه، واذا تلقى كور سيركوي ولا قراءه مختلفه برشا فغالبا الاي بي ام متعطل. وزيد قيس الريزيستانس نتاع الكمبرسور، القياسات لازمها تكون متقاربه وما يلزمش تلقى او اتش ام 0 ولا او ال. تشخيص صحيح خير من تبديل كمبرسور ولا كارت كامله بلاش سبب. اذا تحب تتعلم ديباناج انفرتر كيما البرو تبعنا.